لوائح بقى وكواليس بقى البطوله دي، وايه بقى اللي في البطوله دي بيعملوا. الفيفا بتعمل لوائح مختلفه في البطوله دي عن بطوله حتى كاس العالم للمنتخبات، علشان ايه يحصل فيها سبورت بقى. حتى الماتش على فكره او البطوله دي هتكون يعني مذاعه على جميع القنوات، يعني القنوات المفتوحه كلها. ده عشان خاطر حتى زي ما انفنتينو طلع وقال انا عايز الكبير والصغير يتفرج على يستمتع بالبطوله دي. وهم بيعملوا كده عشان خاطر يعني السبونسر بقى، ويحاولوا يلموا ناس رعاة للبطوله دي. اول حاجه بقى اللي هي غريبه جدا، 35 لاعب في قائمه النادي. يعني كل نادي هيلعب يعني هيندرج معاه 35 لاعب في القائمه. ده يعني بيضمن ان ان اي حد في النادي بيلعب في النادي حتى لو كان مين هيكون موجود في البطوله دي. ودي حاجه حلوه ومحفزه جدا لكل اللعيبه الصراحه اللي في البطوله كلها. الحاجه بقى الثانيه، البعثه اللي هتطلع 55 فرد، وده رقم محترم، رقم محترم قوي. انت متخيل 55 فرد؟ ده يعني الاهلي مش هيلاقي، هيجيب الجماهير مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. بس هي طبعا حاجه من ضمن الحاجات اللي تتعمل عشان خاطر يخلوا البطوله ليها رونقها وليها روح. والحاجه كمان التانيه، هيخلوا $700 لكل غرفه في الفندق. ده المينيمم، حاطين $700 مينيمم لكل غرفه في الفندق. لو انت يعني احنا قاعدين هنا نقعد نحسد فيهم هناك.